عالسلامة ومرحبا بكم في ليديز دوسوما. اليوم باش نعمل مع بعضنا طاجين ورقة وباش نعطيكم اسيوس باش العجينة نتاعكم تجي فاوحة وبنينة. نشوفوا الطريقة مع بعضنا. نقليو شوية بصل ونزيدو شوية دجاج، شوية ثوم، ونفوحوه بالفلفل اكحل، ديبلو كروية، شوية زنجبيل وملح. ما حبيتش نحط الكركم باش ما يجينيش الصفرة، خاطر باش نعجن بها العجينة نتاعي. ومن بعد لا يتقلى نزيدوه ماء ونحطو بزيد ماء، خاطر كيما قلت لكم الماء هذاك باش نعجنوا به العجينه. والعجينه نتاعنا استحقينا 300 غرام فرينه، 70 غرام زبده ذايبه، وشويه ملح. وتوا باش نبسوا العجينه نتاعنا. ومن بعد باش نزيدوها عظمه وباش نزيدوها من غير فخل باش تخلي الباط نتاعنا تجينا هشوشه برشا. دونك نخلطوا العظمه ونزيدوها الفرينه نتاعنا. كيما قلت لكم نعجنوا العجينه نتاعنا بك الصوص نتاع الدجاج. بالطبيعه نحطوا صفيه باش ما يجيش فيها طروف البصل. كاين ما كفتكمش الصوص من بعد نزيدوا ماء، اما من الاول نحطوا الصوص وتخلينا الباط نتاعنا تجينا بنينه. وهذه لاستيوس اللي تخلي الطاجين ورقه نتاعكم يجيكم بنين. كيما قلت لكم ما حبيتش نحط كركم باش ما تجينيش صفرة برشا. لميتها العجينه نتاعي لين تحصلت على القوام هذاك، عجينه طريه. لفوها بابي سلوفان ونخليوها ترتاح ساعه من زمان. للحشو فتفت دجاج، انا حسب تقريبا من 300 غرام دجاج. زدتو جبن، حطوا انواع جبنات اللي تحبوهم الكل. انا لهنا خلطت برشا انواع نتاع جبنات، وخذيت 3 عظمات مسموطين ربيتهم وزدتهم للخليط نتاعي. وزدت حطيت 2 قرون فلفل بالعبيد بعد ما قصيتهم بالطريقه هذيك باش يزيد يبان لنا الطاجين نتاعنا عشان توزويزه بنينه. وزدت حطيت حكه كريم فريش كيف تبان لنا الحشو نتاعنا. وفلفل اكحل ما حطيتش ملح خاطر الجبن ديجا مالح. وحطيت عظمتين وقلت نخلط الخليط. وعيني ميزاني هنا مازال يستحق عظمه اخرى، دونك زدتو عظمه. دونك على 300 غرام دجاج وعلى الحشو اللي حطيته استحقيت انا 3 كعبات عظم. وانتم عينكم ميزانكم انتم الكمال باش تعملوها. المهم لازم في الاخر القوام نتاعو يكون بالشكل هذا. من بعد ما ارتاح الباط نتاعنا قسمناه على 2، وطرف الاول نحلوه اكبر من الطرف الثاني خاطر هذاك باش نبداو بيه وباش نطلعوا لجنب. تشوفوا كيفاش ليسانسيال الطرف الاول نحلوه اكبر من الطرف الثاني، ونعملوا فيه نقيبات صغار بالطريقه هذيك. وكيف كيما ريتو طلعت على الجناب ونحطوا الحشو نتاعنا ونوزعوه بطريقه متساويه في لي بارتي الكل. من بعد نكمل نحطوا الطرف الثاني نتاع العجينه ونلصقوا الجناب في بعضهم. ونسكروا العجينه نتاعنا بالطريقه هذه. من بعد ندهنوها باصفر عظمه بعد ما نزيدوها من غير فخل باش نحي لنا الريحه نتاع العظم وتحل اصفر العظمه ونجمو ندهنو بها بالباهي. ومن بعد نرسمو الطاجين نتاعنا قبل ما ندخلوه للفور ونزينوه بشويه سينوش. ومن بعد ندخلوه للفور يطيب على 160 درجه لمده 30 ل 35 دقيقه انت والفور نتاعك. سيي طاجين الورقه نتاعنا حضروا. تشوفوا قداش يجيكم بنين خاطرنا عجناه بك الماء طيب فيه الدجاج. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم ونتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده. على بروشين.